السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. زي ما تعودنا هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض فرخة مشوية في الفرن. جبت فرخة 2 كيلو وغسلتها ونقعتها في المحلول بتاعها ليمون وجنزبيل، وغسلتها كويس وصفتها من الميه وقسمتها بالطول كده من الظهر. ماشي زي ما بتحبي بقى، عايزه تعمليها على بعضها ماشي، عايزه تعمليها مقسومه زي ما انا هعملها كده مفيش مشكله. هنعمل مع بعض بقى التتبيله. عايزه تعملي في الكبه مفيش مشكله، تجيبي طماطمتين اول حاجه كده، وهتنزلي بكام قرن فلفل احمر او اخضر المتواجد عندك حطيه، وهتنزلي ببصلايه وهتنزلي بنص مج كده من الليمون، وهتنزلي بنص كوبايه من زيت الزيتون. لو عندك زيت تاني عادي مفيش مشكله. البهارات بقى اهي، هتنزلي بفلفل اسمر، بابريكا، قلب ماجي، هتحطي ال7 بهارات، كزبره ناشفه، حبه قرفه صغيرين، وهتنزلي بمعلقه حلوه كده من الملح، وهتحطي نص مج من اللبن الرايب او علبه زبادي، هتنزلي بنص معلقه من الثوم المهروس، وهتحطي معلقه صغيره من الصلصه. هضرب بقى الخليط ده كله وارجع لكم تاني. وبعد ما فرمت الخليط ونعمته كده هنزل بجزء منه على الفرخه وادعكها بقى، اعمل لها مساج كده حتى في الفتحات اللي انا فتحتها كده، تعملي لها مساج وتتبليها من ورا ومن قدام. وتفتحي اللي وراك فتحات كده من هنا ومن هنا، وتسيبيها حوالي ساعتين في قلب التتبيله او تبيتيها في التلاجة من بالليل للصبح. وبعد كده جيبي صينيه وافرشيها بالبصل، حطي بقى اي حاجه من الخضار اللي عندك في قلب ارضيه ايه الصينيه كده ماشي. بعد كده انزلي ببقيه التتبيله في قريه الصينيه. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم انزلي بالفرخه كده، وبعد ما تبلتها كده تجيبي بقى ورق فويل، لو عندك ورق زبده حطيه، لكن انا ما عنديش ورق زبده. تحطي ورق الفويل وتغطيها كويس، بس ما تدبسيش على الفرخه قوي عشان ورق الفويل ما يلزقش فيه. وتدخليها الفرن على اعلى درجه حراره عندك في الرف اللي في النص كده. بعد ما طلعنا الفراخ اهي من الفرن، بصوا الفراخ دايبه خالص ازاي، بصوا الجمال، بصوا اللون. عملت جنبها بقى سلطه وعملت رز احمر. يا رب الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، كومنت حلو كده منكم، وهتاكلوا احلى فراخ مشويه في الفرن. مع السلامه.